السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن التشين اوف ريسبونسابيلتي، وعشان نفهم التشين اوف ريسبونسابيلتي خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه بيقول ايه. بيقول chain of responsibility is a behavioral design pattern that lets you pass requests along a chain of handlers. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه ان التشين اوف ريسبونسابيلتي is a behavioral design pattern، يعني من النوع البيهيفيرال ديزاين باترن، وده نمط سلوكي بيهتم بتنظيم سلوك الاوبجكتس وطريقه تفاعلهم. زي اللي تشين عندي كده، بيخلي كائنات متعدده بتشترك في مهمه واحده اللي هي معالجه الطلب، لكن في الاخر بشكل منظم. كل كائن فيهم بياخد فرصته، والكائن اللي مش مسؤول بيمرر للكائن اللي بعده من غير ما يكون عندي فيه اللي هو هاي كابلنج. تمام، زي المثال اللي موجود معانا على اليمين ده عشان خاطر نفهمها. ده اوبجكت ومعاه جردل اهو، الجردل ده فيه ميه كانه ريكوست بالظبط. انا هنا عندي الاوبجكت ما عالجش الطلب، قلت له عالج الطلب اللي موجود عندي، قال لا والله الطلب اللي عندي ده مش هيتعالج عندي هنا، فبعته للاوبجكت اللي بعده، وهكذا اللي بعده بعته للي بعده، ومشيت في السلسله كده لحد ما وصل للاوبجكت ده. الاوبجكت اللي هو دل على نفس الميه ده هو الاوبجكت اللي عالج الطلب، فوصل في السلسله لحد الاوبجكت اللي عالج الطلب، وبعد كده كمل تاني لحد ما وصل لاوبجكت تاني بيعالج الطلب. احنا عندنا كذا نوع من التشين اوف ريسبونسابيلتي، عندنا اللي هو الفول تشين اكسكيوشن والشورت سيركت تشين. الشورت سيركت تشين دي اللي هو بيجي في الاخر يلف هنا، اول ما يلاقي واحد يعالج الطلب يرجع ويرجع لي الريسبونس وخلاص، ما بيكملش بقيه الاوبجكتس اللي بعده. وفي برضه عندي نوع تاني اللي هو ممكن يكمل الطلب، ولو لقى حد بيعالج الطلب ما يرجعش، لا يكمل للاخر، لا يكون حد تاني هيعالج نفس الطلب اللي موجود عندي. فدول النوعين الاولانيين، ان انا ممكن مع اول معالجه ارجع وارجع الريسبونس، والنوع اللي بعده ان انا ممكن بعد اول معالجه اكمل لحد الاخر، لا يكون عندي اوبجكت تاني هيعالج الطلب معالجه تانيه. فدول النوعين الاولانيين. طيب انا عندي بعد كده بيقول upon receiving a request each handler decides either to process the request or to pass it to the next handler in the chain. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك لما اي كائن عندي في السلسله بيستقبل الطلب، عنده فرصه ان هو يعالج الطلب بنفسه، او يقرر ان هو مش مسؤول عن معالجه الطلب فيبعته للي بعده. طيب عندنا بقى بعد كده النوع الثاني اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو الفول تشين اكسكيوشن، زي المثال اللي موجود عندي هنا كده. المثال ده في الاخر بيعمل لي معالجه لانشاء اوردر جديد. انا عاوز انشئ اوردر، فانا عشان خاطر انشئ الاوردر من السيستم بتاعي لازم امشي على شويه خطوات. الخطوات دي لازم امشيها بشكل كامل عشان يجي في الاخر يبعت لي نوتيفيكيشن يقول لي ان الطلب بتاعك تم انشاؤه وانا بعت لك الطلب في اليوم الفلاني. طيب ايه هي الخطوات دي؟ الخطوات دي ان انا اول حاجه بعمل الاوثنتيكيشن، بعد كده بعد ما ادخل بعمل لي اوثرايزيشن، بعد ما بيعمل لي اوثرايزيشن بيتحقق ان عندي في الستوك الطلب بتاعك او المنتجات اللي انت طالبها موجوده عندي في الستوك ولا لا. بعد كده بتحقق من البالانس اللي موجود عندك، هل انت عندك في الحساب بتاعك فلوس متوفره على قد المنتجات اللي انت اشتريتها ولا لا. بعد كده بعالج عمليه الدفع، نجحت عمليه الدفع بنشئ لك الاوردر وببعت لك بعد كده نوتيفيكيشن اقول لك ان الاوردر بتاعك تم انشاء. في الفول تشين اكسكيوشن ما ينفعش ان انا في واحد منهم ما يعالجش الطلب، لازم همشي عليهم كلهم ولازم كلهم يعالجوا الطلب عندي. ما ينفعش ان انا انشئ الطلب بدون ما اعمل اوثرايزيشن، ولا ينفع ان انا انشئ الطلب بدون ما اتحقق من الستوك. فهو ده الفول تشين اكسكيوشن. واللي فوق ده اللي هو عندي اللي هو شورت سيركت تشين، ده اللي هو لو انا جيت عالجت الطلب مره خلاص برجع ارجع ريسبونس او اكمل لحد النهايه، لكن هنا عندي لازم كلهم يعالجوا الطلب بشكل كامل. فهنا الانترفيس اللي موجود عندي اللي هو اي اوردر هاندلر، في عندي سيت نيكست وعندي الهاندل. السيت نيكست اللي هو بنقل للاوبجكت اللي بعده، والهاندلر او الهاندل ميثود اللي موجود عندي اللي هي بتهندل الطلب اللي جالي. فهو ده المفهوم بتاع التشين اوف ريسبونسابيلتي، وعشان خاطر نفهمه خلينا برضو نشوف المثال العملي. لو احنا جينا بصينا هنا، انا اول حاجه عندي كلاس اللي هو البرودكت فيه الاي دي والبرايس والستوك، وعندي كلاس تاني اللي هو اليوزر اللي هو فيه الاي دي، وعندي از اوثنتيكيتد ولا لا، وعندي اللي هو كان باي يقدر يشتري او لا مع البرميشن ان هو يكريت الاوردر، وبعد كده البالانس والايميل اللي انا هبعت عليه نوتيفيكيشن بعد ما كريت الطلب. طيب وجيت هنا عملت كلاس تاني اسمه اوردر بروسيسور. الاوردر بروسيسور ده فيه ميثود اسمها بروسيس. الميثود دي بتاخد مني اليوزر والبرودكت والكوانتيتي، وبعد كده بتخش تعمل بعض العمليات عشان خاطر في الاخر تكريت الاوردر بتاعي. طب ايه العمليات؟ زي ما احنا عارفين وشفنا في البرزنتيشن، اول حاجه اللي هو بيتحقق ان كان هو اوثنتيكيتد ولا لا، وبعد كده بتحقق ان كان عنده البرميشن ان هو يكريت الاوردر ولا ما عندوش البرميشن، وبعد كده بخش على الستوك اشوف الستوك موجود عندي
الكميه اللي هو طالبها ولا لا، وبعد كده بتحقق من البالانس هل هو عنده رصيد كافي ولا لا. فدي عباره عن سلسله بتمشي معايا خطوه بخطوه، زي ما احنا قلنا بالظبط ان هو يمشي معاها التشين اوف ريسبونسابيلتي. ليه؟ لان انا دلوقتي المفروض ان انا عندي ريكوست، الريكوست ده بيعدي على اوبجكت، وبعد ما الاوبجكت ده يكون عنده الفرصه زي ما احنا قلنا ان هو يعالج الطلب، فبيخش على الاوثنتيكيتد. هل هو اوثنتيكيتد؟ لو هو اوثنتيكيتد هيكمل السلسله بتاعتي ويروح للاوبجكت اللي بعده. طب اللي هو يشوف البرميشن بتاعه، هل هو عنده برميشن؟ لو عنده برميشن هيكمل السلسله للجزء اللي بعده. فدي المفروض عندي ان انا بدل ما اكسر هنا في الكلاس اللي هو موجود معانا ده، كسرت مبدا السنجل ريسبونسابيلتي والاوبن كلوز، ان انا كل ما يجي البيزنس يطلب مني اضافه بعض البروسيس الثانيه عشان خاطر اكرجت الطلب، المفروض ان انا اجي في نفس الكلاس هنا واروح اضيف بعض البروسيس باف كونديشن زي اللي موجوده عندي هنا. وفي نفس الوقت كسرت مبدا السنجل اوف ريسبونسابيلتي، لان انا بعمل هنا الاوثنتيكيشن وبعمل الاوثرايزيشن وبتشيك الستوك وبتشيك البالانس، وبعد كده بتشيك ان البيمنت اتدفع ولا لا. فانا كسرت مبدا السنجل ريسبونسابيلتي وكسرت مبدا الاوبن كلوز. فالحل هنا عشان خاطر ان انا اتفادى ده كله واخلي الكلاس بتاعي مش هيوج بالشكل ده، ان انا استخدم التشين اوف ريسبونسابيلتي. لان احنا قلنا التشين اوف ريسبونسابيلتي كل اللي بيعمله بياخد الريكوست ويعديه على كذا اوبجكت، كل اوبجكت منهم بيبقى عنده الفرصه ان هو يعالج الطلب، وبعد ما بيعالج الطلب يروح يبعته للاوبجكت اللي بعده. عشان خاطر ننفذ الكلاس ده او البيزنس ده بالتشين اوف ريسبونسابيلتي، خلينا اول حاجه نيجي نعمل هنا نيو فولدر هنسميه مين. المين ده يكون فيه اول حاجه عندي انترفيس اسمه اي اوردر هاندلر. ده الكونتراكت عندي لكل الهاندلرز او الاوبجكتس اللي موجوده عندي اللي هيعالجوا الطلب. هيكون في اول حاجه اللي هو فويد وسيت نيكست، هيبقى في الاي اوردر هاندلر، وبعد كده اقول له النكست. طيب ده اول حاجه اللي هيشيل عندي النكست اوبجكت او النكست هاندلر اللي هيبقى موجود معايا. انا عندي كل اوبجكت بيعالج الطلب، بعد ما بيخلص بيروح للاوبجكت اللي بعده، فهو ده اللي هيبقى فيه السيت نيكست او اللي هتخزن فيه القيمه بتاعت السيت نيكست. طيب بعد كده يبقى عندي موجود الهاندل ميثود. الهاندل ميثود ده هيبقى موجود فيه احنا عاوزين نعالج الهاندل، هيبقى محتاج عندي اليوزر والبرودكت زي ما موجود عندي هنا كده، اليوزر والبرودكت والكوانتيتي. هاجي هنا اقول له البرودكت، اقول له برودكت، وبعد كده اقول له انت كوانتيتي. طيب ممتاز جدا لحد هنا. بعد كده هاجي عندي اعمل كلاس جديد اقول له البيز هاندلر. البيز هاندلر ده هيبقى الكلاس الاساسي لكل الهاندلرز اللي موجودين عندي. ده هيمبلمنت الاي اوردر هاندلر. هاجي هنا اعمل امبلمنتيشن للميثود بتاعت الهاندلر نفسها، واجي هنا اول حاجه اقول له برايفت اي اوردر هاندلر واقول له اندرسكور نيكست، واجي هنا اخزن النكست اللي موجود عندي او النكست اوبجكت. لا مش هنخلينا الاول ناخد السيت نيكست في الاول. هاجي هنا اقول له النكست ايكوال النكست، ده اللي هيبقى موجود عندي النكست اوبجكت بتاعي. بعد كده هاجي في الميثود اللي هي الهاندل، هاجي اقول له اف لو النكست مش بيساوي نل، لو هو عندي مش بيساوي نل، هاجي اعمل هنا اقول له نكست دوت هاندل، هيروح يهندل الطلب اللي موجود عندي او الريكوست اللي موجود عندي. طيب انا اول حاجه انا عملت هنا في السيت نيكست ان انا هحفظ قيمه النكست اللي موجود عندي اللي هو مثلا الاوبجكت اللي جاي او الهاندلر اللي جاي. وجيت في الهاندل هنا لو انا ما وصلتش لاخر هاندلر موجود عندي انا بكمل وبعمل هاندل للميثود اللي بعده، او باخد الطلب بتاعي وابعته على الاوبجكت اللي بعده. ليه؟ لان احنا قلنا احنا مستخدمين في الطريقه بتاعتنا هنا ان احنا مستخدمين الفول تشين، ان انا لازم اعدي على كل الاوبجكتس اللي موجوده، مش بروح اعدي على اوبجكت اول ما الاقي هاندلر عندي عالج الطلب بتاعي ارجع. لا انا هنا المفروض ان انا بعدي على كل الاوبجكتس، فبقعد الف هنا اشوف لو في عندي نيكست ابعته للنيكست يعالج الاوردر. طيب بعد كده هاجي هنا اقول له نيو فولدر واعمل هنا الهاندلرز. طيب انا عندي الهاندلرز اول حاجه موجوده عندي الاوثنتيكيشن وبعد كده الاوثرايزيشن، فهاجي هنا اقول له اد نيو كلاس واسميه اوثنتيكيشن هاندلر. الاوثنتيكيشن هاندلر ده هيمبلمنت عندي البيز هاندلر. هاجي هنا اقول له بابليك، واجي هنا في البيز هاندلر اعمل له يوزنج. طيب هنا بس المفروض ان انا الميثود اللي هي الهاندل دي اعمل لها هنا فيرتشوال عشان خاطر اقدر اعمل لها اوفر رايد عندي في كل هاندلر موجود. فهاجي هنا مجرد ما انا اعمل اوفر رايد هاجي هنا اجيب الهاندل ميثود واجي البيز هاندل ده هيوديني للنكست هاندلر اللي موجود عندي اول ما اعالج الطلب.
فكل اللي انا مطلوب ان انا اعمله هنا، اجي هنا اخد الكونديشن ده زي ما هو، واجي هنا اقول له اف لو هو مش اوثنتيكيتد هيرجع لي يوزر از نوت اوثنتيكيتد. طيب لو هو اوثنتيكيتد هاجي هنا بس اقول له يوزر از اوثنتيكيتد. طيب ممتاز جدا لحد هنا. ايه المفروض اللي انا اعمله بعد كده؟ في عندي هاندلر تاني اللي هو الاوثرايزيشن. هاجي هنا اعمل نيو كلاس واسميه اوثرايزيشن هاندلر. هاخد نفس الكود ده كده زي ما هو كوبي بيست، واقول له هنا بابليك، بس هاخد الكونديشن نفسه بتاع الاوثرايزيشن، واجي هنا في الاوثرايزيشن هنا بس كل اللي انا هقول له لو هو ما عندوش البرميشن ان هو يكريت الاوردر هيرجع لي يقول لي يوزر doesn't have permission to buy. طب لو هو عنده هاجي هنا بس ارجع له مسج واقول له ان اليوزر عندي have permission to buy. طيب وارجع تاني للاوردر بروسيسور اللي موجود واقول له ايه اللي بعد كده؟ هلاقي عندي الستوك. هاجي هنا اعمل كلاس تاني واسميه الستوك هاندلر، وفي الستوك هاندلر ده هاجي برضه اقول له هنا البيز هاندلر واعمل له يوزنج، واجي هنا اعمل اوفر رايد للهاندل ميثود واسيب البيز عشان خاطر ده اللي هيوديني الهاندلر اللي بعده. فهاجي هنا اشوف الكونديشن بتاع الستوك واخد الكونديشن زي ما هو واحطه هنا. طب لو هو الستوك بتاعه تمام وموجود في الستوك هاجي هنا ارجع له رساله اقول له برودكت از ان ستوك. فالموضوع بيكون بسيط جدا، انا بس باخد كل الكونديشن اللي موجود عندي وانقله في كلاس عشان خاطر ان انا اقدر اتحكم في الكلاسز بعد كده وازود اي بروسيس جديد واتحكم فيهم من بره، مش لازم ان انا اخلي الكلاس بتاعي هيوج بالشكل ده. بعد كده البالانس هاجي هنا اقول له اد نيو واقول له ان البالانس هاندلر، نفس الكلام هاجي هنا اقول له البيز هاندلر واعمل له يوزنج واقول له هنا بابليك، واجي اقول له اوفر رايد، وفي الهاندل اللي موجود عندي اجي هنا في الاوردر بروسيسور هاخد نفس الكود ده واحطه في البالانس. تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ انا عندي اللي بعد كده اللي هو البيمنت. هاجي هنا اعمل برضو البيمنت هاندلر واجي اقول له هنا بابليك، واجي اخليه امبلمنت من البيز هاندلر واعمل له يوزنج، وبعد كده اقول له اوفر رايد عندي للهاندل ميثود، واجي اخد نفس الكود اللي في البيمنت هنا واحطه عندي في البيمنت هاندلر. محتاج الويز درو والتوتال، اجي هنا ان التوتال عندي كان موجود هنا فاجي اخده زي ما هو واضيف في ميثود الهاندل، وبعد كده اجي على الويز درو اللي موجوده تحت دي واخدها كوبي بيست واحطها في البيمنت هنا. طيب ايه اللي بعد كده؟ انا عندي بعد كده اللي هو الاوردر او الكرييت الاوردر. فهاجي هنا اعمل برضو نيو كلاس بقول له اوردر هاندلر واقول له برضو بابليك واخليه امبلمنت من او ينهرت من البيز هاندلر. في البيز هاندلر اعمل يوزنج واوفر رايد للهاندل، وبعد كده اجي اخد نفس الكود اللي موجود عندي هنا واحطه في الاوردر هاندلر. محتاج عندي الكرييت اوردر اجيبه برضو زي ما هو واخده كوبي بيست زي ما هو. في بعد كده عندي النوتيفيكيشن، اجي هنا اقول له نوتيفيكيشن هاندلر واخد نفس الكود اللي موجود عندي هنا عشان ما اقعدش اكتب تاني، واقول له هنا النوتيفيكيشن هاندلر، بس هغير الكود ده، اشيل ده كده واغير الكود ده بالكود اللي موجود عندي في النوتيفيكيشن ان هم اخر اتنين دول، واجي هنا في النوتيفيكيشن احطه كوبي بيست. طيب انا كده خلصت كل الهاندلرز اللي موجودين عندي، كل الاف كونديشنز دول خليتهم عندي اوبجكتس او كلاسز موجوده عندي اللي هم الهاندلرز دول. وبعد كده بقى هعمل كلاس تاني هسميه اوردر هاندلر تشين بيلدر، ده اللي هيبيلد عندي التشين نفسها. اجي هنا اقول له بابليك، وبعد كده هاجي اقول له بابليك اي اوردر واقول له بيلد. الميثود اللي موجوده عندي دي بقى هي اللي هتبيلد التشين نفسها. هاجي بعد كده بس اقول له var os equal new authentication
هاندلر، ده هنا اعمل له يوزنج اوثنتيكيشن هاندلر. وبعد كده بعد الاوثنتيكيشن في عندي الاوثرايزيشن، اقول له هنا بيرميشن، اقول له ايكوال نيو اوثرايزيشن هاندلر. بعد الاوثرايزيشن في عندي الستوك، اقول له ايكوال نيو ستوك هاندلر. بعد الستوك في البيمنت البالانس، قبل البيمنت في البالانس، واقول له ايكوال نيو بالانس هاندلر. في بعد البالانس في عندي البيمنت، اقول له ايكوال نيو بيمنت هاندلر. وبعد البيمنت في عندي الاوردر، وبعد الاوردر في عندي النوتيفيكيشن ايكوال نيو نوتيفيكيشن هاندلر. طيب بعد كده بقى هاجي هنا عشان خاطر ارتب الترتيبات اللي انا محتاجها، مين اللي هيجي بعده مين، او الاوبجكت الاولاني اللي هيعالج الطلب وبعده الاوبجكت اللي بعده، وهكذا لحد ما اوصل للاخر. فاول حاجه عندي هو الاوس، هقول له دوت سيت نيكست النيكست بتاعته، واقول له بتاخد عندي من نوع الاي اوردر هاندلر زي ما احنا اتفقنا، الاي اوردر هاندلر اللي في البيز هاندلر اللي موجود عندي هنا. هاجي اقول له النيكست بتاعك هو البرميشن، تمام. واجي اقول له ان البرميشن النيكست بتاعك الستوك، واجي اقول له الستوك واقول له النيكست بتاعك هو البالانس. طب والبالانس النيكست بتاعه هيكون البيمنت، وعندي البيمنت هيكون النيكست بتاعه الاوردر، وبعد الاوردر هيكون النيكست بتاعه النوتيفيكيشن، وبعد النوتيفيكيشن بس هاجي هنا اقول له ريتيرن الاوس. ليه ريتيرن الاوس؟ عشان خاطر هو اول واحد عندي، وبعد ما اجي عند الاوس هيكمل عندي الاوبجكتس اللي موجوده عندي دي كلها. طب عشان خاطر استخدم ده بقى، هاجي هنا في البروجرام كلاس كومنت الكود القديم ده، وهاجي هنا اقول له فار اللي تشين بيلدر، اقول له ايكوال نيو اوردر هاندلر تشين بيلدر. عملت نيو انستنس من الكلاس اللي موجود عندي اللي احنا عملنا فيه بيلد للهاندلرز اللي موجودين عندي كلهم. وبعد كده هاجي هنا اقول له فار هاندلر ايكوال اللي تشين بيلدر دوت بيلد، نديت على الميثود اللي هي بيلد. الميثود دي بتعمل ريتيرن في الاخر للاوث، الاوث اللي موجود عندي اللي هو فيه الميثود اللي هي بتهندل الطلب اللي موجود عندي. فهاجي هنا في الاخر عشان خاطر اهندل ريكويست، هاجي هنا اقول له بس ان الهاندلر دوت هاندل، وادي له اليوزر، محتاج مني اليوزر، وبعد كده البرودكت والكوانتيتي اللي احنا كنا مستخدمينهم في اول المثال اللي هم دول. طيب بعد كده ما عملت هاندل، هو هنا بقى اما يجي يعمل هاندل طبعا هيعمل السيت نيكست لكل واحد فيهم لحد ما يوصل لاخر اوبجكت هيعالج فيه الطلب. هاجي بعد كده رن الابلكيشن هنا. لو انا جيت بصيت معايا هنا قال لي ان اليوزر از اوثنتيكيتد، وان اليوزر هاز بيرميشن تو باي، وقال لي ان البرودكت از ان ستوك، والاوردر اللي رقمه 1 2 5 7 كرييتد سكسسفولي، وبعت الايميل وقال لي ان البروسيس كومبليت. فهو ده اللي تشين اوف ريسبونسابيلتي. انا كل اللي انا عملته حولت الكونديشنز اللي موجوده عندي لكلاسز، عشان خاطر كل ما ازود بروسيس جديد او يجي البيزنس يطلب مني بعض البروسيس زياده عشان خاطر اكريت الاوردر في الاخر، اقدر ان انا اضيف بس كل اللي انا هضيفه، اضيف هاندلر جديد، واجي هنا في الاوردر هاندلر تشين بيلدر احط الست على حسب الترتيب بتاعه في التشين اللي موجوده عندي. فاتمنى ان يكون الدرس وصل للناس، وان شاء الله اسيب لكم الكود في الديسكربشن، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.